مساء الخير عليكم وازيكم عاملين ايه؟ المفروض الحلقة النهاردة نتكلم على مشاعر الغضب. بس طبعا انتوا شايفين السواد اللي انا لابساه ده. اتقال لي ان انا زي القمر من كمية السواد، وطبعا كل اللي عارفيني عارفين ان انا ما بلبسش اسود خالص. ليه بقى لبست اسود؟ كمية مشاعر احباط رهيبة رهيبة يا جماعة. في الناس اللي حواليا. خلاص. فالنهارده هتكلم على مشاعر الاحباط. مشاعر الإحباط دي مشاعر قوية جدًا بنحس بيها لمّا النتيجة مثلًا في الامتحانات بتطلع مش زي ما أنا عايز، أو نتيجة الشغل اللي أنا باعمله ما بيطلعش زي ما أنا عايز، فبييجي لي إحباط. صح؟ تمام. المشكلة إن الإحباط ده مش بيأثّر عليّا أنا بس، ده عليّا وعلى اللي حواليّا. يعني أنا لابسة أسود، لقيت الناس كلّها مبسوطة بالسواد، إحنا كمية السواد اللي إحنا بقينا ماشيين فيه ده قمر. فتعالوا النهارده نتكلم على إحساس كلنا مرينا بيه وهو الإحباط. الإحباط اللي بيجي بالذات للمراهقين بعد ما تذاكر وتتعب وتعمل كل اللي عليك وتيجي النتيجة مش زي ما كنت متوقع. فتقول لنفسك أنا كده كده بجيب 60% 70%، طب ليه أذاكر؟ ليه بتعب نفسي؟ ليه ماما بتقعد تزعق لي وأقول لي ذاكر 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 ذاكر؟ ما أنا ما ذاكرش وكده كده هجيب دول. بس تعالوا نفكر شوية سوا. هو ربنا قال لك اشتغل بس لو النتيجة طلعت حلوة؟ هل قال كده؟ ولا قال لك اعمل اللي عليك وبس؟ هل ربنا قال لك دور على النتيجة؟ لا. ربنا خلقنا عشان نسعى، مش علشان نتحاسب على النتيجة. وربنا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صح. فخلينا دايما حاطين دي في دماغنا. يعني دورك الحقيقي إنك تسعى، مش إنك تضمن النتيجة خالص. لازم إحنا مخلوقين عشان السعي. محدش طلب منك النتيجة، النتيجة مش دايما في إيدك، بس إيه اللي في إيدك؟ السعي. وإنت مسؤول إنك تعمل اللي عليك بأفضل شكل ممكن، وبعدين تسيب الباقي على ربنا. صح ولا أنا بقول كلام غلط؟ إحنا ساعات بننسى الكلام ده. السؤال الحقيقي بقى فعلا، هل فعلا أنا عملت اللي عليا؟ هل كنت بذاكر، ولا كنت بذاكر وأنا ماسك الموبايل، ولا كنت فاتح الكتاب 6 7 ساعات ومبين إن أنا بذاكر؟ ما أنا ما بعملش حاجة، بس قاعد أهو قاعد. ولا بنام وأقوم وأقول كمان شوية هذاكر؟ فكر أنت كنت بتعمل إيه. تعالوا أقول لكم حاجة حصلت مثلا النهاردة. واحد وأنا في الدرس، أنا بدي درس ماث، واحد وأنا في الدرس فبقول له يكتب المسألة يحلها. امسك اكتبي انتي. اكتب انا؟ ليه؟ تعبان مش قادر. انا هقول لك وانت اكتبي. يا راجل ليه يا حبيبي؟ صوابعك مقطوعه؟ ايديك مش شغاله؟ راح الولد ضحك وبيقول لا اصل انا تعبان. طب ما كلنا بنتعب، بس ربنا ادانا ايدين ليه؟ عشان نستخدمها. ادانا رجلين ليه؟ عشان نمشي بيها. ادانا عقل ليه؟ عشان نفكر بيه. قلب نحس ونحب بيه ليه؟ ولا احنا بنستخدم الحاجه اللي احنا عايزينها واللي احنا مش عايزينه خلاص؟ وانت لو ما استخدمتهاش يبقى معناه ان انت ايه؟ بتستكتر النعمه دي، فانت خلاص ما تستخدمهاش، ربنا هياخدها منك. الناس اللي من غير ايدين ومن غير رجلين بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ دي ما عندهاش ايدين فخلاص هي مضطريه، لكن عندك ايدين ومكسل تستخدمها. ازاي قادر تقول انا تعبان مش قادر اكتب، او زهقان مش قادر اذاكر، او كسلان مش قادر اروح اجيب كوبايه الماء من المطبخ خلي ماما تجيبها لي؟ يا لهوي. ده ربنا خلق الدنيا كلها وخلق كل المخلوقات عشان ايه؟ عشاننا، لاستخدامنا احنا، لحياتنا احنا. فتخيل كل ده مخلوق علشانك، وانت مستكتر الحاجه اللي في ايدك انك تستخدمها. لازم استخدم كل حاجه ربنا وهبها ليا.
ليه؟ لان دي وسيلتي في السعي. ده اللي ربنا قال عليه، انت هتسعى وانا جبت لك كل حاجه، كل حاجه عشان تسعى، ما قلتلكش ان انت هات نتيجه. فبص يا صديقي، يا حبايبي، النتيجه مش دليل على قيمتك. قيمتك في سعيك، في محاولاتك، في انك ما تستسلمش. في كل مره هتقع هتقوم وهتبقى اقوى، وهتتعلم انك تبقى احسن. وكل مره تحاول من غير ما تبص على النتيجه، انت بتكبر. انت مالكش دعوه بالنتيجه، دي مش اختصاصك. تمام، انا بعمل اللي عليا، بس ركز انك تكون بتعمل اللي عليا. فخلي دايما شعارك انا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا. وساعتها هتكتشف ان الاحباط بيقل، وانك بقيت اقوى بكتير من اي نتيجه. مش في ايدك النتيجه. يا رب اكون وصلت لكم المسج، ووصلت لكم الاحساس بالاحباط بيعمل ايه، وخصوصا لما يكون في نيجاتيف انرجي كتيره قوي حوالينا، والناس عماله تتكلم نيجاتيف 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 نيجاتيف، واحنا ذاكرنا وعملنا 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 وما جبناش نتيجه، واللي ما ذاكرش جاب نتيجه. انت مالك اللي ما ذاكرش باللي ذاكر؟ انت عملت اللي عليك، مالكش دعوه بالنتيجه. صح؟ يا رب اكون وسيله وسبب ان انتوا تسعوا. بس هو ده اللي طالبه ربنا مننا، مش حاجه تانية. مش حاجه تانية، انت بتعمل اللي عليك. انا شغلتي ايه دلوقتي؟ طالب، يبقى انا بذاكر. شغلتي ايه؟ مدرس، يبقى انا بدرس. انت وظيفتك ايه في الحياه؟ تعرفها وتقعد تسعى وتشتغل بذمه وضمير، وتراعي ربنا في شغلك بس. ما عليكش اي حاجه تانية خالص خالص. واذا كان ربنا ما سالكش عن نتيجه، انا حاجه اسالك عن نتيجه؟ لا. وانتظروني بكره في مشاعر جديده، وان شاء الله الوان تانية. انا بس حبيت اديكوا اللون بتاع الاحباط. يا رب نغير كلنا الواننا، وبلاش نلبس الاسود ونقول ان هو حلو وجميل وزي الفل. ده نيله. سلام، وانتظروني بكره. باي باي.